بدأت حياتها كامرأة تدعى إيفا، وهي معلمة معروفة بتفانيها الشديد في عملها. في حياتها الشخصية، إيفا متزوجة من رجل يدعى جست، يشغل منصب عمدة إحدى مناطق النرويج. من الخارج، تبدو حياتهم مستقرة ومنظمة، ويحظون باحترام المحيطين بهم. يبدو منزلهم جيدا وخاليا من أي مشاكل تذكر، ولكن خلف هذه الحياة المرتبة ظاهريا، تعيش إيفا أياما باهتة. يستمر روتينها كالمعتاد، ولكن دون أي ارتباط عاطفي عميق، فلا صراعات كبيرة، ولا شيء يضفي على حياتها معنى حقيقيا. إلى أن جاء يوم شاركت فيه في برنامج اجتماعي يساعد اللاجئين. بعد مرافقة حملة جست مع اللاجئين، خصصت إيفا بعض الوقت لزيارة نزل اللاجئين. هناك التقت بشاب يدعى أمير. كان اللقاء بسيطا، لكن سرعان ما تطورت علاقتهما حتى أصبحت أقرب من مجرد علاقة عادية. في اليوم التالي، درست إيفا اللغة الإنجليزية في فصل للاجئين، وكان أمير حاضرا أيضا لأن معظم المشاركين لم يكونوا يفهمون الإنجليزية، ما جعل التواصل محدودا. ساعد أمير، الذي كان يتقن الإنجليزية بشكل محدود، إيفا كمترجم لتسهيل عملية التدريس والتعلم. ثم التقت إيفا بأمير صدفة في المكتبة. شجعها حديث حاد على مساعدة أمير في استعارة كتاب أعجبه. عند خروجهما، التقيا بإنجه، فعرفت إيفا أمير عليها على الفور. غادر أمير، وأثنت إنجه على وسامته، ما أثر في إيفا. قرأت إيفا كتابات أمير التي عبر فيها عن أمله في العيش في النرويج كطالب لجوء من الشرق الأوسط. بعد فترة، رأت إيفا من النافذة مديرة النزل، السيدة أغنيس، تتحدث مع أمير. بعد قليل، خرج أمير بوجه خائب الأمل. سارعت إيفا إلى مقابلة أغنيس لتسألها عما حدث، فأوضحت أغنيس أن أمير سينقل إلى مكان آخر بسبب انخفاض التمويل. عقدت جلسة استماع حاولت فيها إيفا الدفاع عن أمير قائلة إنه يمتلك موهبة الكتابة ويستحق البقاء، لكن أغنيس أكدت صعوبة تغيير القرار ما لم يقدم دعم إضافي. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد. التقت إيفا بجوستين طالبة مساعدته، لكنه رفض طلبها. شعرت إيفا بخيبة أمل، وبدأت تشير إلى علاقة جوستين الوثيقة بامرأة في حزبه السياسي، مما تسبب في توتر بينهما. رغم أن جوستين استمر في إنكار الاتهام، في النهاية اتخذت إيفا قرارها بنفسها. عادت للقاء أغنيس وأبدت استعدادها لدعم أمير ليقيم في منزلها، حتى قبل أن يعلم جوستين بقرارها. بعد بضعة أيام، عندما عاد جوستين من خارج المدينة، فوجئ برؤية أمير في منزلهما. اتصل بإيفا على الفور وسألها عن القرار، لكن إيفا جادلت بأن ما فعلته يدعم مصالح جوستين السياسية. بعد ذلك بوقت قصير، دعت إيفا أمير لممارسة السباحة. ازدادت العلاقة بينهما حميمية، فالعلاقة التي كانت في البداية مقتصرة على المساعدة، تحولت تدريجيا إلى علاقة شخصية أكثر، تتضمن مشاعر. في إحدى المرات، تلقت إيفا رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن أحدهم كان سعيدا جدا معها بالأمس، لكن الرسالة كانت من رجل يدعى بشير إسماعيل. استغربت إيفا لأنها كانت متأكدة من أن لا أحد يعلم بعلاقتها الوثيقة بأمير. عندما عادت إلى المنزل، فوجئت إيفا بمشهد لم تتوقعه. شوهد جوستين وأمير يطبخان معا في المطبخ وكأنهما مقربان جدا. بدا من ذلك أن جوستين بدأ يتقبل وجود أمير. شعرت إيفا بالحيرة عندما رأت الموقف، لأنها دون أن تدرك كانت على الأرجح بين رجلين يكنان لها اهتماما، لكن بطرق مختلفة. ثم قابلت إيفا أمير وسألته عن بشير إسماعيل. في البداية أنكر أمير ذلك وقال إنه لا يعرف الاسم، لكنه سرعان ما اعترف أخيرا بأنه اسمه بالفعل. أوضح أمير أنه استخدم هذا الاسم عندما تقدم بطلب اللجوء لأول مرة، لكن أعيد إلى بلاده ليحاول الحصول على اللجوء مرة أخرى. وفي النهاية استخدم هوية مختلفة ليشعر بمزيد من الأمان وليقبل في النرويج. كما اعترف أمير بأنه شعر للمرة الأولى بأنه شخص ذو قيمة، وجد من يهتم لأمره حقا، بل ويحبه. عندما سمع أن إيفا رق قلبها وعانقت أمير، استمرت علاقتهما في التطور. أتيحت لهما فرص كثيرة للتواجد معا، خاصة عندما كان جوستين خارج المدينة في مهمة عمل، لكن مشاعر الغيرة بدأت تتسلل إلى قلب إيفا تدريجيا،
لا سيما عندما رأت أمير يقف مع امرأة تدعى كاري. في أحد الأيام بينما كانا معا في المنزل، تغير الوضع عندما عاد جوستين فجأة إلى المنزل أبكر من المتوقع. صدمت إيفا، وفي تلك اللحظة حاولت تشتيت انتباه جوستين حتى لا تشك في وجود أمير في منزلهما. بعد بضعة أيام، ساعدت إيفا أمير في التسجيل عبر الإنترنت لدى دائرة الهجرة للحصول على تصريح إقامة في النرويج بينما كانت تنتظر النتائج. دعت إيفا أمير للذهاب في نزهة إلى مدينة أخرى، ولكن عندما أدرك وجودهما اكتشفتهما ليز، صديقة جستين المقربة. بعد عودتهما تلقى أمير رسالة من دائرة الهجرة تفيد بالموافقة على تصريح إقامته. أسعدهما الخبر كثيرا، ولكن بعد فترة وجيزة عاد جستين إلى المنزل بوجه عابس. سأل أمير إيفا عن المعلومات التي تلقاها من ليز، وبدأ يلمح إلى احتمال وجود علاقة بين إيفا وأمير. حاولت إيفا تجنب الأمر، موضحة أن رحلتهما كانت فقط للاحتفال بنجاح أمير في الحصول على تصريح إقامة في النرويج. بعد بضعة أيام، جاءت ليز وزوجها لزيارتهما، وفي جو ودي ظهر أمير فجأة وقال إنه حصل على فرصة للالتحاق بأكاديمية للكتابة. شعرت إيفا بالفخر وعانقته على الفور وعرضت عليه مرافقته، لكن أمير قال إنه سيذهب مع كاري. عندما سمعت إيفا ذلك تغير تعبير وجهها، بدت عليها الغيرة وكأنها لا تريد أن يذهب أمير مع امرأة أخرى. ثم التقت إيفا بإنجي على انفراد وطلبت منها ألا تخبر أحدا لأنها كانت تحب أمير حقا. بعد بضعة أيام عندما عاد أمير برفقة كاري، رأت إيفا الاثنين قريبين وسعداء. بلغت غيرة إيفا ذروتها، واجهت أمير على الفور وسألته إن كان قد كذب عليها، لكن إجابة أمير كانت مفاجئة. قال إن إيفا يمكن أن تكون بمثابة أم لها. عند سماع هذا غضبت إيفا وألقت بأمير من سيارتها على الفور. بعد فترة وجيزة جاءت إيفا إلى منزل أمير الجديد وأخذته جانبا للتحدث معه. طالبت منه بالصدق بشأن علاقته بكاري. أكد أمير أنه لم يكذب على إيفا، لكن موقفه بدا باردا عندما حاولت إيفا إصلاح علاقتهما. زاد هذا الأمر من غضب إيفا وشعورها بأنها استغلت. عادت إيفا إلى المنزل ودعاها جستن على الفور إلى محادثة جدة. تساءل جستن عن علاقة إيفا بأمير، لكن إيفا بررت ذلك بأنها تعرضت للتلاعب من قبل شخص آخر وأن أمير لم يكن صادقا بشأن هويته. اعتذرت إيفا لجستن لتصديقه هذا التفسير. اصطحب جستن إيفا لمقابلة أغنيس، وطلب إعادة أمير فورا إلى وطنه بعد سماعه قراره. بعد فترة وجيزة رأى جستين أمير فطرده من المنزل على الفور. تلقت إيفا رسالة من إحدى الأكاديميات تفيد بقبول أمير للانضمام إليها كمشارك، لكنها مزقت الرسالة دون تردد في نهاية الفيلم. شوهدت إيفا وهي تحضر حملة جوستن التي بثت مباشرة، ولكن وسط الحشد أصبحت نظرة إنجي المحدقة في إيفا بخيبة أمل خاتمة قوية.